الزمالك تقدم بشكوى ضد زيزو لجنة الانضباط وطلب فيها إيقاف اللاعب 4 شهور، وإيقاف النادي الأهلي فترتين قيد. طبعا احنا عارفين القرار برد لجنة الانضباط ايه، عشان هو أصلا الحاجات اللي هو بيقولها دي مش دارس قانون كويس، اللي هو الكلام اللي هو يوقف اللاعب عندك في الفريق ازاي، يلعب في صفوفك ازاي توقفه 4 شهور، ما ينفعش. طبعا لجنة المسابقات لجنة الانضباط رفضت طلب نادي الزمالك. النهارده لجنة الانضباط برضو قررت حرمان النادي الأهلي من مباراتين بدون جمهور وتغريمه 200,000 جنيه بسبب السبب اللي حصل في مباراة حرس الحدود، وكان قبلها برضه حصل سباب بس بعت لك تعزير، وبعد كده مباراة حرس الحدود حصل سباب جماعي. تمام. طبعا ده اشباه جمهور النادي الاهلي. جمهور الاهلي طبعا عارفين عمره ما يعمل كده، الناس محترمه عمرها ما تعمل كده. انا عندي بس استفسار بسيط، اشمعنى الحوار معاقبه الجماهير والكلام ده كله بيتطبق على النادي الاهلي بس، انما نادي الزمالك كل مباراه كنا بنسمع سب وقصف لامام عاشور وزيزو ووالد زيزو، ولا يتم حرمان نادي الزمالك من الجمهور ولا اي كلام من ده كله، ولا الاعلام كان بيلتفت لحاجه زي كده. اشمعنى النادي الاهلي لما حصل من بعض اشباه جمهور النادي الاهلي كده تم على طول القرار طلع على طول تاني يوم ولا تالت يوم؟ اتمنى يعني ان بعد كده اللي يروح الاستاد يكون راح يشجع مش راح يشاغب ولا يعمل مشاكل. النهارده في اخبار برضه طلعت ان النادي الاهلي تم الاتفاق لحل اوسط للتجديد مع رامي ربيعه. اللاعب على حسب الاخبار اللي جات لي ان هم في اتفاق حصل، بس اللاعب لم يوقع على العقود اللي هي التجديد لحد الان، بس هم تم الاتفاق لحل اوسط واللاعب هيجدد مع النادي الاهلي وهيكمل. طبعا احنا كلنا كنا مستنيين ان رامي يمشي، بس طبعا امبارح زي ما شفنا نادي بيراميدز طلع دبس رامي على الهوا وقال لك احنا ما تفاوضناش مع رامي ربيعة هو اللي جه عرض نفسه علينا. فأعتقد يعني إن خلاص رامي كده مكمل معانا وهيلعب معانا في مباراة كأس العالم للأندية. طبعا كلنا خلف الإدارة.